السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطعمية او الفلافل في البيت بطريقة سهلة جدا وسريعة، طبعا انضف واوفر كتير من بره وكمان احلى كتير. هنعملها النهاردة بإذن الله في الخلاط عشان الناس اللي مش عندها كبة، وتطلع أنعم كتير من الكبة وأحسن كمان، يعني عن تجربة الاتنين أنا جربتهم، الخلاط أحلى كتير. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نسمي الله ونبدأ. طبعا أنا جبت كده نص كيلو من الفول المشوش ده، هوريهولكوا دلوقتي، وغسلته كويس، وطبعا بتنقيه لو في اي حاجه مش مظبوطه او مش نظيفه، وبتنقعيه من بالليل لتاني يوم. يعني انا بصراحه نقعته ليله كامله وصفيته طبعا من الميه كويس جدا. وهنا جبت كده زي ما انتوا شفتوا ربطه كرات. الكرات ده يا جماعه بنشتريه من السوق، بيكون للطعميه مخصوص. وبصلة كده متوسطة، ويعني حوالي 4 فصوص توم. انا التوم كان عندي فيه منه صغير، فيعني بالتقريب كده 4 فصوص توم كبار. وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها. وانا هنا اخدت نص ربطة بقدونس ونص ربطة كزبرة. برضو ده الخضرة اللي هي احنا بنحتاجها. الكرات ما كانش عندي كمية كبيرة، يعني هي الربطة كانت صغيرة. لو انت جايبة ربطة كبيرة خدي نصها، مش ما تكتريش عن كده. يعني الكمية اللي انا عاملاها دي ربطة بس كانت صغيرة. في ناس بيعملوا يعني بتكون الربطة بتاعتهم كبيرة شوية، فاحنا هناخد نصها بس. هنا بقى انا حطيت كوبايه ميه في الخلاط، وبدات ان انا اجيب شويه من الخليط واحطه معاها واضربه كويس جدا لحد ما تنعم وتلف معايا كاني بعمل عصير بالظبط. وبعد ما نعمت كويس جدا لازم اجيب مصفى كده واي حاجه عندي، بوله او طبق، واقعد اصفيها وانزل كل السوائل. السوائل اللي هتنزل دي مش هحط ميه جديده في الكميه التانية، لا، الميه اللي هتنزل دي هي اللي انا هاخدها بعد ما اصفي كل الكميه اللي كانت عندي في الخلاط. وزي ما شفتوا بحط شويه صغيرين، ما بكترش، يعني ما بملاش الخلاط، على قد كوبايه الميه اللي انا ضفتها. وببدا ان انا اصفيها واشيل منها كل السوائل عشان تبقى ناعمه وجميله جدا معايا، والميه ما تبوظهاش او تخليها تفك مني. والميه دي برجع احطها تاني في الخلاط. اهو انا حطيتها هنا في جنب في طبق لوحده. باخد كده الميه احطها في الخلاط وارجع اضيف عليها شويه. حبيت بس اوريكم الخطوتين دول عشان ما تتوهوش مني. وارجع طبعا اضيف. انا بحط من كل مره بحط بصل، بحط خضره، وبحط الفول. طبعا انا خلصت هنا الكميه وصفيتها كلها بنفس الطريقه، والميه اللي بتنزل بحط، ولو احتجتي عادي شويه ميه مفيش مشكله ان انت تحطي ميه. المهم في الاخر هتتقلب كويس، لازم تقلبيها كويس قوي، عشان في اوقات بيبقى الخضار اكتر في ضربه، في اوقات البصل مثلا مره كوني ضربتي الفول اكتر. يعني بنقلبها برضو كلها كويس في بعضها. ممكن تضربيها كمان بمضرب كده كهربا، يعني تديها ضربة كده تنعميها اكتر، بس هي كانت ناعمة عندي وهشة جدا. حطيت 3 معالق من الكمون المطحون صغيرين، معالق الشاي، و3 معالق من الملح، و 3 معالق من الكزبرة الناشفة، كلها مقادير معلقة شاي صغيرة. دي بجد بتخلي الطعم حلو جدا. ما تكتريش عن كده للنص كيلو للكمية اللي انا عاملاها دي. لو كترتي عن كده ملح او اي حاجة من التوابل دي هتدي طعم اوفر، لكن ده الطعم الجميل اللي بيديكي طعم الطعمية الحلوة قوي. بعد كده جبت اكياس بلاستيك، وهبدأ ان انا احط كده بتاع 3 معالق مليانين زي ما انتم شايفين كده مثلا، وبفردهم بالطريقة دي عشان ما ياخدوش مكان عندي في الفريزر. وخزنيها بقى رمضان، خزنيها لأي وقت عندك عايزة تفطري كده طعمية بتطلعيها. يعني عايزة اقولك من غير ما تحطي الكيس في مية ولا اي حاجة، سيبيها 10 دقايق على الرخامة هتلاقيها فكت وتستخدميها على طول. هوريها لكم كمان لما نيجي نقليها دلوقتي وقد ايه جميله جدا. مش هنضيف لها اي حاجه، انا مجهزاها هضيف لها بس لما اجي اعملها رشه بسيطه جدا من البيكنج باودر او البيكربونات الصوديوم، اي حاجه متاحه عندك، بس رشه بسيطه جدا ما تكتريش منها عشان ما تخليش الطعم مر. هنا بقى بفرد الاكياس زي ما انتم شايفين كده وبتنيها، وببدا ان انا اعمل كل الاكياس اللي عندي او كل الكميه اللي عندي بالشكل ده، ما بتاخدش مكان في الفريزر خالص. هنا عملت 6 اكياس كبار زي ما انتم شايفين، يعني والله ما شاء الله اللهم بارك. الكميه اللي بتطلع لي من الكيس ده لو هتشتريها من بره مش اقل من 15-20 جنيه، بتعمل لي مثلا بال15 واحده. وانا عايزه اقول لكم دلوقتي بيبيعوا الاربعه ب5 جنيه، اللي هم الاربع طعميات الصغيرين ب5 جنيه. يعني ما شاء الله لو انت عامله
جايبه كأنك جايبه ب20 جنيه طعميه. الكميه دي انا عملت 6 اكياس، وعايزه اقول لكم كمان ان انا سبت شويه كتار كده حلوين، يعني يمكن يجوا قد كيس وزياده، وعشان اعملهم في ساعتها واوريكم هتطلع قد ايه حلوه وشكلها جميل جدا. والطعم بصراحه والله يا جماعه بجد زي بره واحلى كتير، لانها انضف طبعا. وزي ما احنا قلنا ان الزيت اللي بره بيقلوا فيه كذا مره وبيبقى محروق جدا وريحته طالعه ان هو محروق، وبجد كل ده حاجات فيها يعني مسرطنه وامراض كتير جدا. فاحنا نعمله لبيتنا في بيتنا واولادنا، لما نفسنا الجبنه عليها نطلعها من الفريزر على طول. زي ما انتم شفتوا كده دي طريقتي في الاكياس. انا عملت هنا يا جماعه 6 اكياس ما شاء الله اللهم بارك. الكيس فيه يعني يمكن حوالي مثلا ب20 جنيه. انا شايفه ان هو تقريبا ب20 جنيه، لان انا لما عملت الكميه دي طلعت لي بتاعي 15 واحده. طبعا اصلا انا بشتري و15 واحده حلوين، حجمهم كبير ما شاء الله اللهم بارك، يعني مش صغيره. لما بنشتري من بره مثلا لو عايزه تجيبي ب5 جنيه هتلاقي 4 وحدات صغيرين جدا، يعني يا دوبك على سندوتش. يعني لو انت هتعملي سندوتشات لاطفال يا دوب مثلا على سندوتش. واصلا دي انا ما باكلهاش لاطفال ابدا، عمري ما اجيبها من بره واكلها الاطفال. وكمان العجينه نظيفه، ان احنا غاسلين الخضار بتاعها بره. حتى لو جبت العجينه عشان تقليها يديكي قطعه صغيره كده، يعني عشان تعملي للبيت مش اقل من 20 جنيه. فاحنا اصلا جبنا الفول كله ب30 جنيه والخضره ب2 جنيه، يعني كده 32 جنيه عملوا لي 7 اكياس. لو ضربنا في 15 ولا في 20 يبقى وفرنا كتير جدا، يعني ضعفين او 3. وكمان ان هي نظيفه في البيت. الكمية دي انا بحطها على بعضها، انا كنت فرداها بس عشان اوريها لكم. انا بحطها على بعضها وبوريها لكم بقى، يعني بحطها في الفريزر بعد كده. ودي بقى الكمية اللي انا سايباها يا بنات، يعني بجد ما شاء الله كمية كبيرة جدا. عملت لي يعني يمكن 15 ولا 20 واحدة. دي تقريبا نفس الكمية اللي انا يعني حطاها في الاكياس. الكمية دي حلوة جدا لفطار عائلي، يعني مش شخص واحد او 2، لا تكفي عائلة. وطبعا زي ما قلت لكم بحط الاكياس فوق بعضها، ما بتاخدش مكان خالص. او حتى لو هتحطيها تحت الحاجات اللي انت حطاها في الفريزر، يعني في ركن كده، يعني بتبقى رفيعه جدا، غير لما تحطيها عادي وتقفلي عليها كده تبقى ماليه الكيس، يعني اللي هي منفوخه كده، الكيس منفوخ. لا انا بعملها بالطريقه دي متساويه كده عشان ما احسش فيها وما تاخدش مكان خالص في الفريزر. وهنا وانا بقليها لو عندك سمسم حطي سمسم، يعني شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها عامل ازاي. طبعا السمسم بيديها طعم تاني كمان وبتبقى تحفة. وهنا مقطعه طماطم كده ورش عليها رشة ملح، وتعملي احلى سندوتشات ليكم والاطفال. يعني بص حاجة انت واثقة فيها وضمناها. انا بس لما باجي اقليها يا دوب بحط عليها رشة بيكنج باودر او بيكنج صودا اللي هو بيكربونات، رشة بسيطة جدا. البيكربونات لو زودتيها بتمرر، يعني هي رشه بسيطه جدا. انا بفضل دايما رشه بيكنج باودر من اللي هو بتاع الكيك ده. وبحط هنا طماطم كده في السندوتشات، بقى لو جنبيها شويه بطاطس محمرين للاطفال بتبقى سندوتشات جميله جدا جدا وبيحبوها. وما شاء الله اللهم بارك الطعميه طلعت تحفه وموفره ولذيذه جدا جدا. اتمنى ان الفكره تعجبكم وجربوها، تعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير، مع السلامه.